السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن صحة واحسن حال يا رب. معلش بقى اتأخرت عليكم في الفيديوهات شوية، كان عندي مشكلة كده في التليفون وان شاء الله حلتها وان شاء الله يشتغل معايا كويس. بصوا بقى، النهارده هنعمل مع بعض وصفة ليبية تحفة جدا في حلة واحدة وسهلة وسريعة، بتاخدش وقت. هنعمل المبكبكة على طريقتي، بس حاجة في منتهى الجمال، طعمها يتجنن وفعلا حلوة جدا. اول حاجة انا هنا نزلت بشوية زيت زيتون. عندك زيت زيتون تمام، ما عندكيش مفيش مشكلة، استبدليه بزيت نباتي عادي. حبيت احط عليه عشان يطعم اكتر مكعبين، يعني على مقدار معلقتين كده زبدة، ماشي. هسيبها تسخن شوية. انا هنا النهاردة هعمل مبكبكة بالفراخ، مش باللحمة يعني. زي ما انتوا شايفين كده، صلوا على النبي يا بنات عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسونيش في اللايك لو سمحتم عشان الفيديو يترفع. كل ما يعني بتدوسوا باللايك الفيديو بيترفع، فبيجيلكوا اشعار من قناتي ان انا في فيديو نزل يعني وناس غيرنا تشوفه. انا هنا نزلت بمقدار الفراخ اللي كانت عندي، انا مقطعاها قطع صغيره عشان ما تاخدش وقت في السوا. تمام. هسيبها تتشوح كويس من الجنب اللي انا نزلتها عليه، وبعد كده هتشوفوا دلوقتي ان انا هقلبها على الناحيه التانية عشان تبقى خدت صدمه من كل النواحي. تمام. انا كانت الحله سخنه يعني، عشان كده بصوا هي خدت صدمه على طول، ما اتاخرتش. انا كانت الحله سخنه ولما نزلت عليها الماده الدهنيه سخنت على طول. هتلاقوني هنا بصوا بقلبها واحده واحده زي ما انتوا شايفين كده، عشان اتاكد ان هي خدت صدمه من كل الاتجاهات. متنسونيش بقى في كومنتاتكم الحلوه، لو محتوايا بيعجبكم يعني شيروه وعرفوا الناس بيا ان شاء الله، يا احلى اخوات وصحاب في الدنيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا هنا كنت بتأكد ان انا بقلب كل واحدة، يعني كل قطعة فراخ بقلبها على الناحية التانية بالظبط. تمام. هنزل هنا بكمية البصل، دي كانت بصلتين انا مقطعاهم، واحدة بيضة وواحدة حمراء، مقطعاهم على ايدي، مش ضرباهم في الكبة عشان لو في الكبة هيتهروا مع التسوية، هيتهروا او مش هيبقوا باينين. انا كنت عايزه احس بطعمهم. نزلت بمعلقه فلفل اسمر، ديت معلقه كبيره كده، يعني 7 بهارات، مكعب مرق. ويا بنات لما تحطوا مكعب المرق حاولوا تظبطوا الملح عشان ما المكعب يبقى اصلا مالح. دي شويه معلقه برضو كبيره بابريكا، معلقه كبيره كركم زي ما انتوا شايفين. هقلب بقى التوابل مع البصل مع الفراخ كويس. وهجيب فلفل الوان، انت عندك فلفل الوان حطي، عايزه تستغني عنه خالص استغني، عايزه تحطي طماطميه مقطعه براحتك، عايزه تحطي فلفل رومي عادي براحتك، عايزه تخليها سبايسي حطي الفلفل الحراق براحتك. هنا نزلت ب3 معالق صلصه اللي هي المعلبه، وهنزل بمعلقه سكر. بصوا هنا هنزل اهو بالفلفل الالوان، انا حطيته يعني كقيمه غذائيه اكتر. انت ما عندكيش مش متاح عادي حطي فلفل اخضر عادي، الرومي العادي. انزل بقى بمعلقه سكر لان احنا حاطين صلصه عشان الحموضه. هقلب بقى كله في بعضه. خطيره يا بنات، خطيره خطيره خطيره، ما بتاخدش وقت على فكره، يعني بتاخدش وقت في تجهيزها ولا في تحضيرها ولا في عمايلها، سريعه جدا بصراحه. وتقول مكرونه بتستوي وبتبقى مظبوطه وطريه وجميله وبتبقى شاربه كده من الصوص كله، بتبقى فعلا طعمها حلو جدا، من احلى المكرونه اللي هتجربيها. انا هنا نزلت بميه سخنه من الكتل على المكونات كلها، وهقلبها في بعض، اغطيها لغايه لما الفراخ تستوي. لازم تستنى لغايه لما الفراخ تستوي، يعني ممكن ربع ساعه او حاجه. يعني انا الفراخ عندي كانت قطع صغيره، وكمان انت بتعمليها بصدور اللي هي يعني من غير عظم، هتستوي اسرع كمان. تمام. هنا خلاص انا اتاكدت ان الفراخ استوت. هي المفروض ما بتتعملش بالمكرونه دي اللي هي شبه القواقع، هي بتتعمل بالمكرونه المرمريه الصغيره او الخواتم، بس بصراحه انا ما كانش عندي فعادي عملت بدي برضو، ما قالتش لا، وكان طعمها حلو كل حاجه. انا حطيت معلقه واحده ملح لان انا حاطه مكعب ماجي، فمش عايزاها تبقى حادقه.
هنا بقى خلاص بصي بتبقبق ازاي. هزود شويه ميه عشان هعمل حساب ان المكرونه هتستوي، فهتشرب من السوائل وهتزيد. خلاص غلت اول غلوه وغطيت عليها تستوي براحتها. بصوا كانت المكرونه استوت ما شاء الله وشاربه من الصوص يا بنات، كانت طعمه بجد، كانت جميله جدا ما شاء الله. بصي انا كنت بوريكم ان المكرونه استوت والفراخ كمان مستويه، بس انا حاولت اوريها لكم، هي الفراخ سخنه فما كنتش عارفه اعملها. اوريها لكم دلوقتي بقى وانا بصبها. المكرونه مع الفراخ كله كده جوسي في بعضه، والمكرونه شاربه من الصوص بجد، خطيره خطيره خطيره. بصوا المكونات، بصوا الحاجه عامله ازاي، بصوا المكرونه نازله جوسي ازاي وخطيره ازاي بجد يا بنات. كان طعمها حلو جدا ما شاء الله. بص انا كنت بوريكم ما شاء الله المكرونه شاربه ازاي من الصوص، والفراخ مستويه وجميله وتحفه وبيضه من جوه، وكانت زي الفل. متنسونيش يا بنات في الاشتراك واللايك والشير، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامه.